السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا أصبح من الحاجات المشهورة اللي العلاج الطبيعي ليه دور عظيم فيها. هنتكلم النهاردة عن الليمفديما أو الانسداد الليمفاوي، وهو عبارة عن تورم الأنسجة نتيجة لتراكم سائل غني بالبروتينات اسمه الليمف. والليمف ده ليه دورة زي الدورة الدموية عبر الجهاز الليمفاوي. التورم بيكون موجود أكتر في المناطق الطرفية زي الإيدين والرجلين. العقد الليفية دي موجودة في الجهاز الليمفاوي اللي هو ضمن الجهاز المناعي. العقد دي عاملة زي المصفى بتصفي الجسم من السموم والميكروبات. واللي بيحصل ان العقد الليمفاوية بتتكتم، فبيحصل تراكم للسائل ده في مكان محدد. ده بالطبع ممكن يأثر على تحريك الجزء المصاب، وكمان ممكن يسبب التهابات في الجلد. حلم أهل وصار قريب، وليل تلاه صباح رغيد. أما بالنسبة للأعراض فممكن يكون في تورم جزئي أو كلي في الدراع أو الرجل، وكمان الشعور بأنك تقيل كده ومش عارف تتحرك بحرية، وده بيؤدي لصلابة الجلد وتليفه، وبالتالي حالات عدوى متكررة. بالنسبة لدور العلاج الطبيعي في علاج الليمفديما أو الانسداد الليمفاوي، في المراحل الأولى من الليمفديما بيكون التورم خفيف، غالبا بنقدر نسيطر عليه وبنستخدم تقنيات بسيطة زي الملابس الضاغطة وممارسة بعض التمارين ورفع الطرف المصاب. أما بالنسبة للمراحل الأكثر تقدم يستخدم فيها دكتور العلاج الطبيعي المانيوال ليمف درينج أو التصريف الليمفاوي اليدوي، وده اللي بيشبه تدليك الخفيف بس ليه طرق متعددة ومهمة جدا، وكمان برنامج تمرين شخصي محدد لكل حالة. والحاجة اللي جاي أكلمكم عليها النهاردة هي المانيوال ليمف درينج أو التصريف الليمفاوي اليدوي، وده نوع خاص من العلاج المصمم عشان يحفز تدفق السائل الليمفاوي ويقلل من التورم، خصوصا في حالات الليمفديما. زي ما قلنا ان الجهاز الليمفاوي هو جزء من الجهاز المناعي، بيتكون من أوعية لمفاوية وعقد لمفاوية والسائل الليمفاوي اللي هو بيحتوي على بروتينات وفضلات وخلايا مناعية. ودوره الأساسي هو انه بيصرف السوائل الزايدة، بيعمل تنقية للفضلات وبيكافح العدوى. المانيوال ليمف درينج بيلعب على انه يصرف السائل الليمفاوي المتراكم، وكمان يقلل من التورم خصوصا لو بعد استئصال الغدد الليمفاوية او في حالات الليمفديما. وكمان بيحسن من الدورة الدموية والدورة الليمفاوية المناعية، وبيقلل الألم والشعور بالتقل. التصريف الليمفاوي اليدوي هو عبارة عن حركات خفيفة جدا في اتجاه تدفق السائل الليمفاوي عشان يفتح طريق للسائل المتراكم انه يتصرف بعيد عن الطرف المتورم، وده بيتم على جلد جاف وبدون زيت او كريم. حابب كمان اقول لكم على خطوات تنفيذ التكنيك ده. هتقولي ليه نعرفه واحنا مفروض مرضى والكلام ده بتاع ناس متخصصين؟ هقول لك عشان انا عاوز انشر وعي العلاج الطبيعي في المجتمع، فلما تروح لاخصائي علاج طبيعي تكون عارف هو بيعمل ليك ايه، وتعرف هو بيعمل صح ولا غلط. عندنا مرحلتين في التكنيك ده. اول مرحلة وهي اني بحفز العقد الليمفاوية القريبة من الجسم زي الرقبة والترقوة والإبط والبطن، وديت هي بتكون العقد الليمفاوية الرئيسية. والمرحلة دي بتسمى البروكسيمال ستيميوليشن، والهدف الأساسي منها هو إني أسلك الطريق عشان السيل الليمفاوي يرجع يمشي تاني ويتحرك في السيركيوليشن بتاعته. أما بالنسبة للمرحلة التانية فدي عبارة عن إني بطبق الحركات للمنطقة المصابة نفسها، ودي بتكون إني ببدأ بالمنطقة الأقرب للجسم وبعدين أبعد تدريجيا. مثلا لو عندي التورم في الدراع فببدأ بالكتف الأول وبعدين بنزل تدريجيا لغاية ما أوصل للإيد. بس أنا الشغل بتاعي أو التدليك بتاعي بيكون من تحت لفوق، بس أنا ببدأ بالمنطقة اللي فوق الأول وبعدين بنزل لتحت، بس اللي تحت برضو من تحت لفوق واللي فوق من تحت لفوق برضو. وعندي 4 حركات أساسية للتكنيك ده.
مش مهم أوي تعرفوهم، بس يعني للعلم بالشيء. أول حركة وهي stationary circulus، ودي عبارة عن إني بعمل دواير صغيرة وثابتة على الجلد. تاني حركة وهي اسمها بامب تكنيك، ودي عبارة عن إني بضغط ضغط خفيف باتجاه العقد الليمفاوية. وكمان في تكنيك اسمه سكوب تكنيك، دي حركة بعمل بإيدي زي المغرفة كده باتجاه العقد الليمفاوية. وكمان الروتاتوري تكنيك، ودي حركة دائرية بس بتكون على مستوى أعمق شوية. مدة الجلسة بتتراوح من نص ساعة لساعة، وعدد الجلسات بيكون من 3 ل5 أيام في الأسبوع في البداية، وبعدين بيقل تدريجيا. في حالات مشهورة جدا بنستخدم فيها المانيوال لينف درينج، زي الليمفيديما طبعا اللي احنا بنتكلم عليها في تقليل التورم، وبعد جراحات سرطان الثدي عشان نصرف السوائل الموجودة في الدراع، وكمان بعد الجراحات والإصابات عشان نقلل من الانتفاخات والكدمات، وفي بعض الاضطرابات الجلدية عشان نحسن التصريف وتغذية الجلد، وآخر حاجة في مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة عشان نقلل من الاحتقان. وطبعا في حالات ما ينفعش نستخدم فيها التكنيك ده خالص، اللي هي DVT أو الجلطات، وكمان العدوى الحادة أو مشكلة في القلب، أو السرطان الغير معالج خصوصا إذا كان نشط، وكمان الهبوط الشديد في الضغط. وفي الآخر لازم أنوه إن المانيوال لينف درينج لازم يكون تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي معتمد في علاج الليمفيديما، ومتخصص ومحترف جدا جدا. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو فبحب أشكرك جدا جدا على صبرك، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.